السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، شكتان تيغدي ثم خلا من الخلاف إلا للأسف الشديد إرقز نسني لن يعني وطن عيوث درجة فغانس تعبذن الخلاف نسن. فما نسوالي المشاكل غيثما ثم وحقراني غيدي تسن الجهة ورقاز، يا إما تغريف، يا إما دياري مسلايا، يا إما تحرم بالحقوق ناس، يعني الخلط الباطل اللي تسرينا كاك الجهة سكايا. فما نسوالي وما نسلا غيثما كاشتايا، والله غنعلم بليك المجتمع المغرب عارب المليح في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآفة يديك سلينا يثمى هي من خطوات الشيطان. إلا قام حسوث يثمى أنه الشيطان كندي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس، والحديث يغنسعوزيد كم من مرة، والشيطان إبليس سيغيد المهمين إفساد المجتمع وميلا الأسرة غخامي توهود توابطو المجتمع يثمى ديغر ديوين الانحطاط الخلقي. فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، يسعى الجنود إلا نتشيع ثري إواك ناس من العباد، الدين إنسان، الأخلاق إنسان. ونناد أنه الشيطان يثمن يفكان العهد ربي، يفكان الوعد أنه الناس لأغوينهم أجمعين. فإبليس يعلم أنه المآل نصر أنذر ذي روحات نصر، ولكن الناس رب العالمين فكي المهلة الوقت إذا شنو غادي يخدم؟ الوقت يسفك الحياة الأبدية ذاك الدنيا، فكيس الحياة الأبدية وليس مسافر مرة، واستفكار هو كنادي العام فكيس لمهمة واحدة، هو كنادي سفسد العباد مرة غانية وين غاتمس ناس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن بين مكائد الشيطان الخطوات نس يوكل الذي يفسد المجتمع. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناه منزلة عنده أعظمهم فتنة. وين الذي عند المقرب غرس كل يوم يخدم، كل الشيطان يجتهد يوكل الذي يفسد القاع المليح، يوكل الذي قرب إبليس مليح. وين الذي قربنا غرس ذوينا أعظمهم فتنة. أسدس فيقول أحدهم فعلت كذا وكذا وكذا سنة ما فعلت شيئا، قلت خدمت ولا شيء. فغسل يسين قال سنة سيني ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي. غسين يقول الجيرة تبع غفل أم إذا ينفرق غير رسا. فسين إبليس أروح داغوري شي غمكاني جايا غاغوري. فغلق نحصو ثيثنا أنه ثيثية من خطوات الشيطان. ثمطو ثيثنا ثمطوث ثيث جعلي صار بالعالمين دلامانا ما راكس دكيني مولانيس فكان دلامانا ولا ملايين إلا قد تحصو ثيثنا أي ما راك دير كيون لمانا معناتها أنك حرزيت، حفظيت، سطريت،
وتشكي غير لما أنا باش كان تستعبدها إوا كنا تحقر الطوس إوا كنا تظلم الطوس إوا كنا تعبس الطوس. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نوصل المسلمين يوثن الخطبة إلا ما أعزها من خطبة، وهي خطبة الوداع. إلا المعروفة يمسن من مرة يوصل النبي صلى الله عليه وسلم يمسن من خير من الوصايا. فمن بين الوصايا قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله. أخذتموهن بأمانة الله. فعلم تيما اسمارا قدين لمولانيش فكي غاكتيد على كتاب الله وسنة رسول الله. فعلم دشو معناتها ما كانش تايا مقار ذا مسليل المقار مرق ديني غيما أتيا فكي غاكتيد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قد حرصتت إلى قد حرصتت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خيركم الخير يزيول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وردنا له رب العالمين في النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وردنا له رب العالمين أن النبي عليه الصلاة والسلام وين ذيك زنب النون الأعلى القدوة النون الأعلى يردي وين نقتدي وزيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبدي قام يثمع ثين ذا الرسالة سواء قديما نغ سواء جديدا نغ سواء ويكمل الذي لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل ذوين ذي الغايات إلا قام حصو ثيثنا كاش. فالنبي عليه الصلاة والسلام من المخير زيود خيركم لأهله يعني وين غيلان ذي الأهل نس إلا نسلم كرا المعاملة الحسنة وعاشروهن بالمعروف إذن رب العالمين وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فغنيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. لن من الناس للأسف الشديد أسماء غادي قبرا وحيد العباد وحيد المدوكاليس وحيد الحبابيس وحيد الجيرانيس. والله درست ند الملائكة يتصف تتعامل وحيد الحبابيس يتصف صديق الإنسان ما شاء الله. ولكن ما ردكش ما خميس ذي الوحش ما ردكش ما خميس ذي الغول ماشي ذي العبدني مرة ماشي وين مرة اللي يتصفنا العباد ولا يتصفنا الخلاص. إفكيس وليس هذا الصرف في ذري الناس في العباد وريد الصريف على في الخلاص يسمع عمل المعاملة العالية والحسنة وحيد العباد وريد يسمع عمل المعاملة الحسنة والعالية وحيد الخلاص السنة أنا قال يا مسلاي أنا قال ذا شو ابن الدين. ولكن واحد يوم ذكاليس لا السلامة قال مسلاي صغار قال مسلاي حلاوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفكى غير يفك الميزان أنه الميزان ماشي غير كنيف اللي تكبر لأنه الكبرى زمر تتسكلح العباد المظهري ماشي المظهري لان السوف اللي يشبح داخل يركع كبرى زمر تتسكلح العباد زمر تتسيلي ممثل بارع سلطات مخلط. ولكن اسمارات لحظة خاميش تتبين الشخصيين من وغير الشتشي زي الديار بالعالم. فغنيت النبي عليه الصلاة والسلام المخير ماشي هو اللي نقبرها تقدر لك العباد سنك العباد تعطر توالي العالية تخليش تصل القهاوي تبدي شي هو المخير.
بصح حتى يشتغل الجانب هذا العالي ماشي ديريت، ولكن يبقى ديك النبي عليه الصلاة والسلام العبرة المقص مرة فليت ذي العالي وحين الدخلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. فغمشي غير النبي عليه الصلاة والسلام وحين الدخلين سقسن عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال عمر النبي عليه الصلاة والسلام تصدق قيميس أين ديري أبدا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يأخذ بالحسنة بالسيئة السيئة. وريد تنتقم له النبي عليه الصلاة والسلام ما يلغ تغلط أتي حسب ذي. للأسف الشديد بعض الأزواج يثنى أسمى دسنا كي سعى المشاكل. والله مرات حصلت كذا مشاكل يصير مشاكل تافهة جدا. ذي المشاكل لن تافهة جدا. إيوا شو السوايع مليح لحقا بغيت تعيد مفطور لحقا ومن بعد طمطو خير ما يثنى ولا بدا بالعب يثنى غنمشي خطير ضربوه بالعب يثنى غنمشي ومن بعد طمطو خير تغلط مشي وثمطو خير وتغفل لا مشي وثمطو خير وتعير أسعي ونمشي وتفطر ثمطو خير لا تكمل كذلك وتفطر غير لا نكمل. الكمال لله ونكملون ربي. أما غنكنيغس العباد أكل مد لنا غنسعى نضيفو وكل يوم شو يسعى نضيفو ينس كل يوم شو يسعى الغلط ينس. الديوان الله يثنى غنتحسب في مزيانين وغنتحسب في مزيانين. فغنيك النبي عليه الصلاة والسلام خمطو خيار تكملها فما إلا تسعى يون الديفو يون الطبيعة إلا البزيس ذي ريف وشي عجيب رغيمة ورخد زرنا الجهة اللي كان نيجاتيف الجهة السلبية طالت شوية مع الجهة بوزيتيف الجهة الإيجابية ما إلا التاريخ تبينها خلقا ما تصرفت الخلقية. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روي عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روي عنه أنه يونو الجاز يوسد وقت نبي شكتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشكلة لن ينسى واحد الدخليلس الحق إذا نتسبورت وخال يفاد العياط نساق الخامس كما روي عنه. صحة قصيتين لغو الصحراء الله أعلم، ولكن سعى المعنى معنينيس يصحى. فغسمي يدو فرق الخامسة كان إلا دون من غير السولين السطور الناس ويل أمير المؤمنين للمحال يتنور يسعى لغيون المشكل الخامس محال شي العبد نسفد العبد شي ساعات الغلط نسهر تغلط يوني إلا بالكامل نغلط مرة الناس ويا يسعى المشكل أمير المؤمنين وسعد شكتان كيف في الدخلين كراع لا هذا يروح إفغد يفتد تقول الناس شو يخدموا الناس يا أمير المؤمنين الناس يسعد الشكتان في الدخلين وفرق شي ما تسعى المشكل واحد الدخلين الناس اسمع يا هذا الناس غشوا كانت صعود المشكل سين المشاكل ولكن مرات تطلق الجهة الإيجابية ثم تخير سنعتب بخامي كيما سنعتب بخامي لسه تقدي صار بين درياش خاصة الوقتية ذا سفر لسقران ذا سفر لربين ذا سفر اسمي السيرفان ذا سفر هذه سهر في اللسان مرت طرت الجهة الإيجابية ولا نسفت نعتب بل أكثر من ذلك وديو سلام يون ورجز النبي عليه الصلاة والسلام الناس يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي الناس يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي من هم يتيامن في اللي الدرجة فنقران يوكل هذا المعاملة غير اسم المعاملة غير المقر أسخن مغ الخير مقر الناس النبي عليه الصلاة والسلام أمك ومن بعد منهم ثم
أمك، ومن بعد منهم ثم أمك. نفي الرجال قارس يمك إمك إمك، ومن بعد باش يوسف نسبك سمارت هذيك تينا ذي ماك راه يسهر في الله، ذي ماك راه دير بين في المزيان، ذي ماك كيرفين تعبط 9 شهور في العدسان، ومرة سمارة غتفرغ تادوني فهي غتفرح فيك وتشرنو غتسمع التاب بوسير بينك كنيس قال إلى عثابينك إلى هلاكينك ولا خمطو تيفنا في العدسان شحال غرور دان دور دان يخام ذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وش راكي الصوت أنا تحقرت وتدير ديالي مسلايا وتصوت بالك الدقة في غريب وي محرم يثنى وي محرم أرجز راكي الصوت الذي كفتمطوثيس وي محرم لغست ديالي مسلايا وي محرم صوت ما إلا الله من وشود السلام وحضروا ذي غير دياوين تفكك الأسر. فغاكا شتاين غيثنا نلقى محصور مليح مليح. لو كانت على ما يثنا شحال عدد إلا ترى حاليا لكيا إلا جوستيس حالات الطلاق يعني عجب العجب. إوا شو إلا ندير كازيلي إلا نورفد نرد كاع حقيقة سنة قرق ذا المسؤولية وريزمير أنا المسؤولية. وحقيقة المردين وريزمير المسؤولية وريزمير المسؤولية لأن المسؤولية يضرب بغير تسديف كان أمش ودينا رب العالمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إفكان القوامة رب العالمين ورقاس ومفهوم القوامة يثمغي إلا للأسف الشديد وفهمنا رخيرا العباد أنوان القوامة أنه السيطرة في اللاس أبدا. نفهم القوامة شو معناتها أنه ذرقاش أنا ذي السيكورتين كفر تنطور لأنه تنطوثك ندي قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يطن استوصوا بالنساء خيرا إن كان توصيكم في الخلاف رث البال الأول فإنهن خلقنا من الضلع من ضلع أعوج. ثمطوث يثما ماشي غموركاس ثمطوث ماشي غموركاس ذركاس يكسيبورتي يكس عن القوامة يكس عن الصبر. ولهذا كان من المفروض ما إلا يسدز واحد الغلاطي خاصة المضى مزيان كان من المفروض ذركاس راضي يسيبورتي يتحمل. ولهذا نضرب العالمين الرجال قوامون على النساء ماشي غتبينك القوامينيش ثيروك زينيش شتموح قرانيت أتصعديت في اللاس وتحقر الطوط وتملحت لحقيس وهي غيث مخط وهي ماشي الدين مرة وهي ماشي ذين يغدي جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة. إذا يثمع وهي غيث ماذا المشكل آفة عويصة مرض نسالة كان كراويت مثلنا للأسف الشديد سيويطن أنه سكراه من الحياة من خالفات إذا كانش تشرى ديوين الله كانش تيثنا أديوي الفراق ما ينغو الصوت راه ستسقط بين بران لشراء دي الصوت ما أتصورت. إذا يثنا لقى محسوم مليح العشرة الزوجية فهي الحياة الله يوصيها في الله رب العالمين إذنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إلا في حالة ما ودن قرر أنه كذلك لعيب قرقاس كان كذلك نانت الخلاثة تدهضر بذغن إلى قدر نتعطوا السماء تحصوت مليح مليح أنه مرقزيين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الناس لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هناك لو كان طلب غيون هذا يسجد لو كان شرعا يجوز يون هذا يسجد ويطمي هناك لو كان طلب فمطوطة تسجد يورقازي
شو يسعى الفضل كذلك في السمقة تيكيني مسقرا مراعاة الحقوق والواجبات. كل يوم يسعى الحقوق، كل يوم يسعى الواجبات. شي ما عليك كيما كمي ما عليك ما ولتما إلا غتخدم الحقين، إلا غتطلب الحقين وتأديت الواجبين. كذلك رجاس يسعى الحق غادي يطلب الحقيس، وكذلك غادي يؤدي الواجبات الناس. فاسمر ديرين تكا التوازن بين الحقوق والواجبات دايما اللي يساوي لنا الحياة السعيدة الرغيدة الهنيئة الطيبة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي شبابنا وشباب المسلمين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.